مرحبا، اليوم رح أعمل معكم تارت التمر بعجينة الباف بيستري. وصفة ولا أسهل. أول شي طلعت عجينة الباف بيستري من الفريزر ودايركت بفك المربعات عن بعضها وبخليها هيك بفردها لبين بس ما تطرى. وبعدين بدي أقطعها 4 قطع مثل ما أنتو شايفين. وراح أحتاج صينية الميني تبع الكب كيك، وبدي أحط كل مربع بقلب حبة الكب كيك تبع الصينية. وراح أستخدم هاي الأداة كتير سهلة، أو ممكن تستخدموا إيدكن للي ما عنده. بحط كل المربعات الباف بيستري، وبعدين بجيب قطعة تمر. أنا مقطعة التمر هيك قطعة صغيرة، اللي ما عنده معجون التمر كمان بيقدر يعمل كرات صغيرة. وبدي أحط قطعة تمر بكل حبة من الباف بيستري. وبعدين بدي أعمل خلطة بيضة اللي هي عبارة عن 8 حبات جبنة، وعلبة قشطة قمر، ونص علبة من الحليب المكثف المحلى النستلة. وراح أزينها باللوز أو بالجوز، وممكن تزينوها بلوز شرايح أو بالبيكان. راح أحط الخلطة البيضة فوق التمر بهي الطريقة. رح وزع الخلطة البيضة على كل التارت، ورح أحمي الفرن على درجة حرارة 200. هون بعدين بلشت زينه بصينية حطيت عليها لوز، وصينية حطيت عليها جوز، ودخلتها للفرن محمى مسبق على درجة حرارة 200 من تحت وبعدين من فوق. أو إذا عندكم خاصية من تحت ومن فوق بتقدروا تحطوها. طلع التارت عندي والريحة خيال. رشيته برشة من السكر البودرة مع القرفة. ريحته بتشهي تشهاية، منظره بشهي، وكتير بيلبق للشهر الفضيل. شوفولي الطبقات من جوا، عن جد رائعة الوصفة. بنهاية الفيديو وصحتين وألف عافية.